أنا برحب بأبو عبد العزيز كابتن ياسر، أحييك، شكرا لحضورك. زي ما قلت لمحمد ماني بنتكلم في مواضيع الكرة، بتكلم في هذا الجانب لأني أعتقد أنه جانب مهم الحقيقة بشكل كبير. تواجد مدارس، تواجد تعاون في قطاع الناشئين أو حتى أقل، يعني يمكن في زمانكم كان العشر و12 سنة يعتبر لاعب صغير، اليوم شاهد 7 و8 سنوات لهم مسابقات سواء في السعودية على مستوى مسابقات البراعم أو حتى مهرجانات. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم وحياكم. والله زي ما قلت انت، الزمن احنا في زمن تغير يعني، وتغير من جميع النواحي في كرة القدم بشكل خاص. في مجالنا اللي احنا الان نتكلم فيه ونتحدث فيه، الهلال اتخذ خطوة او بادرة، يعني اتمنى انه الجميع يعني يحذو حذوها. التعاون مع الاتحاد الاسباني هذا راح يفيد منتخباتنا الوطنية قبل لا يفيد نادي الهلال. وراح تنعكس ان شاء الله الايجابيات في فترة قصيرة ان شاء الله، اللي هذا الامل المرجو. وزي ما انت عارف يعني النشأ عندنا والنشأ يعني البراعم واقل من سن البراعم ايضا يحتاجون للرعاية والتأسيس من البداية. يعني انه احنا نفتقد التأسيس او مراحل التأسيس والتأهيل في المراحل السنية. احنا فرقت الكرة السعودية الان عندنا، لانه في السابق كان فيه اهتمام اكبر في المجالات السنية، لكن الان قل الاهتمام في الفئات السنية، فانعكس بشكل سلبي على كرتنا السعودية بشكل عام بجميع مراحلها. لكن الآن يمكن هذه أحد الخطوات إن شاء الله اللي راح تكون مصححة إن شاء الله ومجددة في اتخاذ يعني الطريق الصحيح إن شاء الله لتطوير اللعبة واللاعبين إن شاء الله. حدثني كلاعب، ماذا يمكن أن تضيف مثل هذه الاتفاقيات سواء بالنسبة للهلال أو حتى باستقطاب الاتحاد الأسباني؟ كلاعب ماذا يمكن أن تضيف له مثل هذه الاتفاقيات؟ أنا زي ما قلت لك يعني الاهتمام دائما ما يعني يأتي ثماره يعني. النشاطات اللي راح ياخذها اللعيبه يعني، او البرامج اللي راح تقدم لهم وتهيئ لهم، هذه كلها امور راح تفيدهم يعني. لانه الموضوع مو هو مجرد داخل المستطيل الاخضر، يمكن حتى التأهية في التغذيه، في الرعايه البدنيه للاعب نفسها بنفسه يعني، وتعليمه ومعرفه اللاعب وهو صغير يعني في انه هذا مضر وهذا غير مضر، انه هذا في صالحه وهذا في غير مصلحته، انه اكيد انه راح ينعكس عليه بشكل ايجابي مدى حياته يعني. وانت عارف الواحد لما يتعلم وهو صغير يعني يكمل الشيء هذا معاه لين يكبر يعني. العلم في الصغر كالنقش يعني في الحجر. واتمنى ان شاء الله انه هذا كله ان شاء الله تنعكس بشكل ايجابي لنا ان شاء الله. شكرا. هلا والله. الله يعافيك. شكرا لياسر القحطاني، وأيضا